كل الناس بتخوفك من الافتر افكت، تعالى في ربع ساعة بس اوريك ان هو اسهل مما تتخيل، واخليك تبدا تحرك وتعمل انيميشنز وانت فاهم كل خطوه. انا ياسر، توب ريتد انيميتور على فايفر. خلينا ما نضيعش وقت ويلا نبدا على طول. ده شكل البرنامج اول ما هتفتحه، يعني حاول ما تتخضش. انا هشرح لك كل حاجه، وهتلاقي اي زراير انا هدوس عليها هتلاقيها بتظهر لك فوق على الشمال هنا، بحيث ان انت لو ما سمعتش تقدر برضو تبقى متابع معايا خطوه بخطوه. عندنا هنا في البروجكت بانل ده اللي بيبقى فيه الفايلات بتاعتنا، فانا ممكن افتح كده اشد الفايلات بتاعتي هتتحط معايا على طول. عندنا هنا التايم لاين بتاعنا، ده بيبقى الشريط اللي بيبقى عليه كل الشغل بتاعنا، بيبقى عليه كل الليرات. عندك هنا المكان بتاع الكومبوزيشن، ده اللي بنبقى شايفين فيه اللي احنا شغالين عليه. وهنا عندنا بقى ايه شوية حاجات بنعدل بيها على الليرات نفسها، هتفهمها واحدة واحدة. فوق هنا عندنا التول بار، في بعض التولز اللي برضو هنستخدمها. خلينا نبتدي بان احنا نعمل كومبوزيشن جديدة، فهنروح على نيو كومبوزيشن. هنا اقدر اختار العرض والطول. انا عايز العرض يبقى 1920 والطول يبقى 1080. اختار ان هي تبقى 30 فريم في الثانية. اللي مش عارف ايه هي الفريمات في الثانية، فهي عدد الصور اللي بتبقى خلال كل ثانية، لان زي ما انت عارف الفيديوهات بتبقى عبارة عن صور متحركة او صور اتصورت بسرعة عالية قوي ورا بعض في خلال ثانية واحدة، ف 30 فريم في الثانية. والمدة ممكن نخليها يعني 10 ثواني. تمام. الباك جراوند كولر هنخليه اسود زي ما هو عادي. تمام. نقدر ان احنا نسحب مثلا الباك جراوند بتاعتنا. انا هظبطها عشان هي معموله بالطول، انا هخليها انا بالعرض. تمام. دي الباك جراوند بتاعتنا، ده كده كده فيديو معمول قبل كده، فممكن اسحب عليه مثلا الايكون اللي معايا ديت، الايكون بتاعت اليوتيوب. وهلاقي ان هي محطوطه كده، فانا لما ادوس مسطره ده بيشغل معايا التايم لاين، فكل ما بنجري في التايم لاين قدام كل ما بيعد معانا، وتلاقي هنا مكتوب ثانيه، ثانيتين، ثلاثه. ممكن ازوم او ممكن ادوس الت وازوم بالبكره بتاعت الماوس، بحيث ان انت تشوف التايم لاين اقرب يعني. عندك هنا ممكن تختار الكواليتي بتاعه العرض اللي قدامك، يعني لو تاخد بالك الصوره مبكسله دلوقتي لان هي معموله على كوارتر، فانا مثلا عاملها على فول هتلاقيها وضحت. طيب دي ايه لازمتها؟ ده عشان لو انت شغال على بروجكت تقيل شويه، ممكن يبقى ساعات تقيل على الجهاز، فاحنا بنقلل البريفيو واحنا شغالين، ولما بنخلص بيرندر بالكواليتي الطبيعيه بتاعته عادي. عندنا هنا لو نزلنا تحت اليوتيوب ايكون بتاعتنا هتلاقي في ترانسفورم. تحت الترانسفورم هنا ده يعني الهيكل العظمي بتاع الانيميشن بتاعنا كله، ده هنا الخمسه دول اساس الانيميشن عموما. عندك هنا البوزيشن لو هتحرك يمين وشمال، السكيل هتكبر او هتصغر، وعندك الروتيشن لو عايز تلف الحاجه، والاوباسيتي ان انت تخفي الحاجه وتظهرها تاني. بالنسبه للانكور بوينت، فيعني خلينا بس نكبر دي كده شويه الاول. الانكور بوينت دي باختصار هي المركز اللي بيتحرك عليه حواليه كل حاجه من الخمس حاجات دول. يعني مثلا لو انا دوست واي او جبت البان بيهايند تول من هنا، مثلا حطيت الانكور بوينت دي فوق على اليمين. تمام. اول ما هاجي احرك الروتيشن هتلاقي ان الروتيشن بيتحرك حوالين الانكور بوينت ومكانها. لو جيت اكبر واصغر هتلاقي ان هي بتصغر من مكان الانكور بوينت. تمام. عندنا بقى حاجه اسمها كي فريمز. ايه هي الكي فريمز؟ دلوقتي انا ممكن مثلا اجي ادوس على علامه الساعه ديت هنا، اجي بعدها في الثانيه اتنين شادد البوزيشن كده، او ممكن بالماوس عادي ادوس في اجيب الماوس السلكشن تول العاديه، واقوم ساحب يمين كده. فانا كده الكي فريم ديت عباره عن ان انا بقول الافتر افكت في الثانيه صفر، احنا كده هنا في الثانيه صفر، انا عايز البوزيشن يبقى هنا، عايز ده مكان هيبقى هنا. تمام. وبقول له في الثانيه اتنين انا عايز مكان هيبقى هنا، وهو بيملى لنا اللي في النص، يعني هتلاقي ان هي في النص بتتحرك لوحدها. تعالى بس نخفي الباك جراوند عشان ما تزولناش، فهنلاقي ان هي بتتحرك معانا كده لوحدها. مثلا انا قلت له السكيل انا عايز في الثانيه صفر تبقى السكيل زيرو، وفي الثانيه بعد 10 فريمات مثلا عايز السكيل يبقى 100. تمام. فاجي ابص الاقي ان هي كبرت بالشكل ده. طيب احنا عندنا حبة اختصارات حلوة كده، علشان مش كل مرة هبقى عايز اتحرك لازم اقعد انزل واطلع بالشكل ده، خصوصا لما تبقى شغال على بروجكت كبير شوية هتلاقي ان الموضوع اكبر من كده يعني. فانا ممكن بكل اختصار ادوس على اللاير ده. هدوس مثلا P للبوزيشن، او S للسكيل، R للروتيشن، وT للاوباسيتي، وممكن تدوس A للانكور بوينت ده لو احتجتها. يعني لو انا عايز اظهر كذا واحدة في نفس الوقت ممكن ادوس شيفت وادوس الحرف اللي انا عايزه معاها، فانا دوست شيفت اس جاب لي الانكور بوينت مع السكيل. ممكن ادوس شيفت بي
هيجيب لي الانكر بوينت مع البوزيشن. طيب انا عايز اظهر مثلا، يعني تعالى نخفي كده كل ده، انا عايز اظهر البوزيشن في كذا لاير. يعني نفترض ان انا عندي لايرات كتيره قوي، عايز اظهر الانكر بوينت فيهم كلهم، او عايز اظهر البوزيشن فيهم كلهم. فانا مش هدوس على ولا واحد فيهم، يعني انا هدوس في اي حته فاضيه واقوم دايس بي، هلاقي فتح لي البوزيشن فيهم كلهم. تمام. ونفترض ان احنا عملنا كي فريمز مثلا في كذا حاجه، يعني انا عملت كي فريم هنا، وعملت كي فريم من هنا لهنا، عملت كذا حاجه، وعملت برضو في الباك جراوند نفس الكلام. فانا عايز اظهر كل الكلام ده مره واحده، يعني انا مش عايز ان انا اقعد افتح وادور على كل واحده فيهم اشوف انا عامل ايه، او ابص على كي فريم وانسى ان انا عامل كي فريم تاني. فانا ممكن بكل بساطه ادوس حرف اليو، هيظهر لي كل الكي فريمز اللي موجوده في كل الليرات. تمام. او لو انا مختار لاير واحد بس ودوست يو، هيظهر لي كل الكي فريمز اللي تحت اللاير ده. طيب لو انت شغال عايز تبتدي تتحرك في الكي فريمز من غير ما تقعد بقى تتحرك بالماوس، او ان انت تقعد تتحرك كده بالراحه عشان تشوف انت هتقف على الكي فريم رقم كام وهكذا، فاحنا عندنا لو دوست بيج داون هيتحرك كي فريم لقدام، لو دوست بيج اب هيتحرك كي فريم لورا، لو دوست شيفت بيج داون هيتحرك معاك لقدام 10 فريمات. فانت كل ما تدوس شيفت وهكذا هيتحرك معاك 10 فريمات. ده بيسهل عليك شويه ان انت تتحرك في التايم لاين بتاعك يعني. وعندنا بقى بعض الافكتس، يعني لو جيت هنا هتلاقي فيه الافكتس اند بريسيتس بانل، هتدوس عليها هتاخد ثانيه كده عمال ما يتحمل، هتلاقي تحتها افكتات كتيره جدا. طبعا مش لازم تحفظهم كلهم، ولكن مع كتر الوقت اللي هتشتغله هتلاقي ان انت في افكتات معينه ابتديت تحفظها، هتلاقي انك اتعلمت حاجات جديده. يعني ممكن كل فتره كده تفتح تقعد تبص على كل واحد فيهم وتشوف كل واحد بيعمل ايه. وطبعا لو ما فهمتش واحد فيهم تخش تدور على النت. فاحنا مثلا ممكن نستخدم افكت زي الجلو. تمام. بكتب اسمه في السيرش وبقوم سحبه على اللير اللي انا عايزه. تمام. هتلاقي ان هو يعني خلى فيه نوع من انواع التوهم كده. ممكن طبعا هنا بقى فوق على الشمال بتلاقي فيه خانه افكت كنترولز، دي بتبقى جنب البروجكت. تمام. ممكن بقى ابتدي العب، ازود الجلو راديوس، ممكن ازود الجلو انتنسيتي، اخليه اقوى اخليه اضعف. فعندك هنا بيبقى الافكت كنترولز. طبعا هتلاقي فيه يعني افكتات كتير، انا مش عايز اقعد اطول عليك، بس هتلاقيني شرحتهم كلهم عندي في الانستجرام، شارح افكتات كتيره قوي في فيديوهات مجمعه. مثلا اقول لك اكتر 5 افكتات بستعملهم هكذا، هتلاقي عندي فيديوهات كتير من النوعيه دي. طيب خلينا بقى ايه نخش على التكست. نفترض ان انا عايز اكتب حاجه، يعني هدوس كنترول تي، او هدوس على التايب تول هتلاقيها فوق هنا. فتعالى مثلا انا هكتب اسمي. تمام. انا دلوقتي عايز اجيب اسمي في النص، وعايز الانكر بوينت برضو تبقى في النص. فانا ممكن ادوس كنترول الت هوم، هيحط لي الانكر بوينت في النص. ده بيشتغل على اي حاجه. تمام. ممكن ادوس كنترول هوم، هيحط لي بقى اللاير في نص الكومبوزيشن بتاعتي بالظبط. عندي هنا في حاجه اسمها البروبرتيز بانل. تمام. البروبرتيز تفتحها هتلاقي فيها ممكن تغير الفونت، ممكن ان انت تكبر تصغر، عايز تحط فيل، عايز تحط ستروك، هتلاقي كل الكلام دوت موجود هنا. تعالى مثلا نعمل تكست انيميشن بسيط. من ضمن المميزات الحلوه اللي في الافكتس بانل اللي هنا ان هي فيها افكتات كتيره قوي تكست انيميشن موجوده اصلا جوه الافتر افكت. يعني انا لو دخلت على انيميشن بريسيتس اللي هي اول واحده، هتلاقي عندك هنا في تكست. لو دخلت عليها هتلاقي في مثلا انيميت ان ده هيعمل لك انيميشن للتكست كدخول. فانا مثلا ممكن اعمل تايب رايتر. تمام. هلاقيه بيكتب لي اسمي بالشكل ده. طبعا لو دوست يو هلاقي كي فريمز هنا للتايب رايتر. لو انا عايز اقصر المده، مثلا انا عايز الاسم يتكتب في خلال ثانيه، يعني 30 فريم. تمام. ممكن ابطئه وممكن اسرعه هكذا. طيب خلينا نفهم برضو في حاجة اسمها الماسك. الماسك هو من يعني من اكتر الحاجات اللي انت هتستفيد بيها وانت شغال، او اللي هو اسمه الحرفي تراك مات. انا مثلا ممكن اختار الريكتانجل تول. تمام. وما بقاش دايس على اي حاجة، واقوم راسم مربع تحت كلمة ياسر كده. تمام. واتاكد ان المربع ده يكون فيه فيل. جميل. بعدين هتاكد ان انا مشغل الخانه دي، يعني تحت على الشمال هتلاقي في خانه كده، دوس عليها هتلاقي فتح لك تراك مات. فهسحب دي على يعني هسحب التراك مات بتاع كلمه ياسر، هسحبها على البوكس اللي احنا لسه راسمينه فوقيها على طول. هتلاقي الاثنين اختفوا. تمام. احنا هنعكسها، يعني في جنبها علامه هنا كده، احنا عملنا انفرت مات، احنا عكسنا المات. جميل. فانا انا همسح كل الانيميشنز وكل الافكتات اللي انا كنت حاططها على اسمي. تمام. انا عايز اعمل في الاول بوزيشن، هدوس بي. تمام. وهاجي بعدها ب 20 فريم، انا عايز كلمه ياسر تبقى هنا كده. انا حطيت كي فريم كلمه ياسر في الفريم 20 هتبقى هنا. طيب في الفريم 0
انا عايزها تنزل تحت، هتلاقي ان هي اختفت تحت المربع اللي احنا كنا لسه راسمينه، بس المربع ما بقاش باين. جميل. فانا لو دوست مسطره هلاقي ان حصل ريفيل او حصل اظهار للاسم من غير ما يعني والمربع اللي احنا رسمناه ده مش موجود. فاحنا حتى ممكن ندوس هنا وندوس انتر عشان نغير الاسم ونسميه مثلا ماسك. تمام. ممكن برضه اغير لونه، يعني انا ساعات بحب اخلي الماسكات باللون الاخضر عشان ابقى واخد بالي وانا شغال ان اي لاير وانا شغال ده كده ماسك. تمام لو باللون الاخضر. طيب انا عملت الكي فريمز بس هي شكلها يعني بطيء، شكلها مش احسن حاجه، فممكن تختار الكي فريمز بتاعتك تدوس دوسه طويله وتسحب كده، وبعدين هتدوس على ال F9 هتلاقي شكل الكي فريمز اختلف. كده احنا عملنا حاجه اسمها ايزي ايز. طيب ايه هو الايزي ايز؟ دلوقتي احنا عندنا حاجه اسمها جراف اديتور. جميل. هي تبان مخيفه شويه بس هي ما بتعضش يعني. في حاجه اسمها سبيد جراف، في حاجه اسمها فاليو جراف. خلينا دلوقتي في السبيد جراف عشان هي اسهل، عشان برضو ما اطولش عليك يعني. شايف الكيرف ده؟ الكيرف ده بيقول لك ان الانيميشن بتاعنا بيبدا بطيء وبيبتدي يسرع 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 كده، دي اسرع نقطه، ودي بيبتدي ينزل تاني. فهي كل ما السهم يطلع لفوق اكتر كل ما السرعه تبقى اعلى، كل ما السهم ينزل لتحت اكتر كل ما السرعه تبقى ابطا. فحتى بعد ما احنا عملنا ليزي ايز هتلاقي ان هي بقى شكلها سموز شويه. تمام. طيب انا ممكن اعدل على ده، يعني ممكن او مختار كده الجنب اليمين ده، هلاقي فتح لي سهمين ممكن يتشدوا. تمام. فانا هشد ده على الاخر، هلاقي ان السهم بقى طالع بسرعه قوي في الاول، بعدين بقى نازل بشكل سموز شويه. فهنيجي نشغل، خدت بالك يعني هي بدات سريعه وفي الاخر بقت بطيئه شويه. ممكن اعمل ان انا اشد من الناحيتين بحيث ان يبقى السرعه كلها في النص، هتلاقي ان هي بقت انستنت قوي، يعني بقت جايه فجاه كده. او ممكن ان انا ارجع خالص واخليها مثلا تبدا بطيئه وفي الاخر تبقى سريعه. تمام. على حسب بقى الانيميشن اللي انا بعمله انا هحتاج يبقى عامل ازاي. بس يعني دي كده الجراف اديتور باختصار. خلينا نبتدي بقى ايه، نخش جوه الشغل شويه، نبتدي نعمل فعلا انيميشن باللي احنا اتعلمناه ده كله. دلوقتي مش هحتاج الباك جراوند، انا هحتاج بس الايكون بتاعت اليوتيوب، وهحتاج التكست اللي هو كلمه يوتيوب نفسها برضه هسنترها. تمام. وهكبرها شويه. الايكون فوق والتكست تحت. خلي قدامنا الاول الاسم بتاع اليوتيوب. تمام. هنعمل بوزيشن، كي فريم على البوزيشن، ونعمل كي فريم على الاوباستي. تمام. فاحنا كده بقى معانا كي فريم بوزيشن وكي فريم اوباستي. عايز بعدها ب 10 فريمات احط كي فريم كمان بحيث ان هم يبقوا هنا بعد 10 فريمات. ده المكان بتاع اليوتيوب كبوزيشن وكاوباستي. هرجع بقى لنقطه الصفر تاني، هرفع اليوتيوب لفوق شويه وهخلي الاوباستي زيرو. جميل. بعدين هختار الكي فريمز بتاعتي، هدوس F9 كده انا عملت لهم ايزنج. هفتح الجراف اديتور، برضو ممكن تدوس الت وتزوم، وبرضو ممكن تدوس على البقره نفسها هتلاقي ان هي بتتحرك معاك يمين وشمال. هسحب زي ما سحبت، انا عايزها تبقى في الاول سريعه وبعدين بطيئه. فنبص كده، كده كلمه اليوتيوب نزلت. تعال نغير الباك جراوند عشان كلمه يوتيوب كده مش تبقى باينه، الباك جراوند بتاعتنا سوداء. فممكن تروح على الكومبوزيشن وتدوس كليك يمين، كومبوزيشن سيتنجز، تقدر ان انت تغير اللون بتاعها حتى بعد ما انت ابتديت تشتغل يعني اظن كده بقى الطف. فنتفرج تاني. تمام. ممكن اجي بعد ما يعدي ثانية، لما نوصل عند ثانية بالظبط هدوس ار. عايز اعمل كي فريم على الروتيشن وكي فريم على السكيل. تمام. ادوس يو هيطلع لي كل الكي فريمز بتاعتي. هاجي بعدها ب 10 فريمات. عايز، بص بقى، انا عايز اخلي كلمه يوتيوب دي تلف لفه كامله يعني 360 درجه كاملين. فانا مش لازم اكتب هنا 360، لان انت بعد ما تعدي هتلاقي ان هي بدات تعد جنبك واحد او سالب واحد، يعني عشان احنا بنلف بالعكس. فكل ما الرقم ده يزيد اعرف ان انت كده لفيت لفه كامله. فاحنا بكل بساطه هنقوم كاتبين هنا سالب واحد. هي شكلها ما اتغيرش بس في الحقيقه هي لفت لفه كامله في خلال الحته دي. والسكيل عايزه يبقى زيرو. حلو. بعدين هسحب اليوتيوب ايكون بتاعتي، الايكون بقى نفسها. تمام. هدوس اس وار. هعمل كي فريمز هنا بحيث ان انا عايز الحركه تنتهي على هذا الشكل. وهاجي في الاول انا هعمل الكي فريم دوت يبقى واحد بحيث ان هي تلف برضو معانا لفه كامله. وهعمل السكيل زيرو. حلو. اختار بقى الكي فريمز بتاعتي دي كلها، ادوس F9، افتح الجراف اديتور، ابتدي ان انا اعدل عليها شويه. تمام. انا عايزها تبقى اسرع يعني قرب النص اكتر. تعالى كده نشوف.
بص بقى كده، ممكن نيجي عند الثانية 2 وننهي الانيميشن بتاعنا. هدوس ان علشان اقلل الورك اريا بتاعتي، بحيث ان انا الورك اريا بتاعتي تبقى على مدار ثانيتين بس. كده لما الثانيتين دول يخلصوا الانيميشن هيتعاد من الاول تاني، مش هيكمل معايا باقي ال10 ثواني. او دي لو انا رندرت دلوقتي دي الحته دي بس هي اللي هتترندر. تمام، احنا كده خلصنا الانيميشن بتاعنا، يعني ممكن ندوس مسطره عشان نتفرج عليه. طيب انا بقى عايز ارندره، عايز اطلعه على هيئه فيديو، فانا مختار ان هو هيبقى ثانيتين بس. ما تنساش ان انت لو عايزه اطول من ثانيتين شد دي للاخر. تمام، انا عايزه يبقى ثانيتين بس. فانا هروح على فايل، بعدين هروح على اكسبورت، وبعدين هعمل اد تو ريندر كيو. تمام، هلاقي فتح لي خانه زياده هنا. هتيجي هنا في السهم اللي تحت ده، اتاكد انت مختار H264 ماتش ريندر سيتنجز، خليها 15 ميجا مثلا زي ما هي معموله كده. يعني دي اسرع واسهل حاجه ترندر بيها، بحيث ان الفيديو يطلع معاك ام بي 4 وفي نفس الوقت يبقى الكواليتي بتاعته حلوه. ما تختارش ال 5 ميجا عشان هيطلع الفيديو معاك مبكسل. لو اخترت ال 40 ميجا الفيديو هيطلع كواليتي كويسه بس هيبقى مساحته عاليه قوي. تمام، فاحنا هنختار H264، وممكن ادوس هنا هختار المكان اللي الفيديو هيترندر فيه. تمام، فهقوم دايس ريندر وهنستنى بس كده. هنروح هنا هلاقي ان نفس الفولدر اللي انا اخترته فيه نفس الفيديو اتسجل عادي. دلوقتي بقى عندك اساس كويس تقدر تبدأ وتجرب بنفسك، لكن دي مجرد البداية، في لسه شغل كتير ومواضيع اكتر. فلو مهتم تتعلم بجد اعمل لايك وسبسكرايب واستناني الفيديو الجاي.